صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك وإن شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقكم هاد لا فيديو نتوما كامل بصحتكم وعافيتكم. كيما العادة والعوايد جيتكم بروتين إن شاء الله راح يعجبكم يا البنات، وكما قال لك فيه يعني أمور يعني عادية ما فيهاش زعما يعني حاجة خارقة للعادة، يعني حاجة روتينية كامل نوجدوها في البيوت الجزائرية ولا في أي بيت. يعني ما كلفت روحي ما كلفتكم معايا، وإن شاء الله راحين يعجبوكم الوصفة اللي حنشاركها معكم اليوم. وصدقوني يا البنات إذا جربتوها أكيد حتعجبكم وبنينة بنينة بنينة بنينة. فوالا هاد الوردة هادي نهديها لكل متتبعاتي الوفيات، ونتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة وإن شاء الله كيما راهم يفرحوني ربي يفرحهم. كما قال لك الخير بالخير والود بالود. هذه هي البنات. فوالا نديكم معايا اليوم للكوزينه، ندخل الكوزينه ونشوفوا اليوم مش رايحين نحضروا. اليوم رايحين ندير لكم طاجين البسباس. كما تعرفوا بلي الماكله كي تندار في الطاجين رايحه تزيد فيها البنه اكثر واكثر، باسكو رايحه تتجمر تطلق واحد البنه ما نحكي لكمش. اي حاجه ديريها في الطاجين تولي بنينه بلوس. فوالا راح نشارك معكم طاجين البسباس يعني بطريقه جد سهله واي وحده تقدر ديرها وتعطيها نتيجه مضمونه. هنا كانت عندي كميه من البسباس، كميه من البصل، زروديه. هنا ديزولي كنت ناسيه البطاطا يعني قشرتها مع التالي. خيرت غير هذيك الحبيبات الصغار، لكن نتوما ما تنساوهاش. فوالا وكان عندي كميه صغيره من الدجاج المفروم وشويه قزبر وحبه تاع ثوم. نشوفوا مع بعض طريقة التحضير بزاف سهلة يا البنات، وجربوها وخليوا لي آراءكم في التعليقات ولا رسلوا لي سيغ الانستغرام تاعي نفس اسم القناة ونفس صورة القناة. مرحبا بكم معايا، واي وحدة عندها استفسار ولا تساؤل ولا حابة تتواصل معايا شخصيا نقولها مرحبا بك، الدار دارك. فوالا ولي زيبيس نسحق راس الحانوت، فلفل كمون وشوية حرار ولا قلب الطير وبيان سور طوماطيش المصبرة. هنا نفضل انا في الطاجين ندير الزبده. قبل ما يعني ندير الزيت ندير الزبده باسكو حتزيد تطلق البنه في الطاجين. فوالا كما راكم تشوفوا هذيك الحبه تاع الثوم تكرفجها كامل في هذاك الدجاج، ومن بعد نزيد له شويه بيض. دوك على حسب الكونتيتي تاع الدجاج تاعك. هنا كيما قال ما تجري هذاك الدجاج وما تخليه ناشف. هنا اذا كانت عندك لا شابلور ديري لا شابلور، انا ما حبيتش ندير، حبيت نخليها هكاك غير الدجاج وحده. ودرت التوابل راس الحانوت فلفل كمون والملح بيان سور، وخلطت كامل هذيك يعني المكونات مع بعض، ومن بعد شكلتهم على شكل كويرات. فوالا ودوك نكملوا مع بعض طريقة التحضير. يعني هذا طاجين بزاف سهل وبنين، نقول لكم بنين يعني 100% بنين. واي زعما واحد ما يحبش ياكل بسباس بهذه الطريقه صدقوني رايح ياكلوا باسكو تجي فيه واحد البنه واحده اخرى. فوالا كما راكم تشوفوا هنا طاجين تاعي سخنته، زدت عليه هذيك المغرف تاع الزبده، اي زبده تكون عندكم. انا كانت عندي متوفره ماني. زدت شويه زيت البصل، ومن بعد درت هذاك الليبولات تاع الدجاج. هنا قليتهم شويه يعني جست باش كي نحط عليهم الخضره ما تخسرش لا فورم تاعها. ومن بعد سطفت هذيك المرسوات تاع البسباس، سطفتهم كيما راكم تشوفوا باش يعطي شكل هكا، باش كي تبريزونطيه يعني تحطيه فوق الطابله راح يجي الشكل تاعو شباب. وهنا زدت هذيك الزروديه. هنا درت غير حبه كبيره تاع زروديه قطعتها كيما راكم تشوفوا دوائر. وهنا ضيفي لي زيبيس من الفوق. هنا ما تخافيش يعني لي زيبيس راهم رايحين يلحقوا كامل الخضره، باسكو من بعد رايحين نمرقوا بالطوماطي بمغرفه ونص طوماطيش في كاسمه. دونك اوتوماتيكمون هذوك لي زيبيس كامل رايحين يهبطوا للبصل والبسباس، رايحين كاملين يندمجوا. و اون بليس الدجاج تاعنا كنا تبناه، دونك راهو فيه لي زيبيس كيما راكم تشوفوا. هنا في كاس تاع ماء دافي درت مغرفه ونص طماطم مصبره، خلطتها وضفتها على الخليط. ومن بعد هنا قلت لكم كنت ناسيه البطاطا، نتوما ضيفوها مع يعني مع المكونات مع البصل والزروديه. انا كنت نسيتها ضفتها في نص طياب،
لكن كما نعرفوا بطاطا بالخف الطيب دونك طابت لي وما خداتش بزاف الوقت. يعني هذا هو الطاجين تاعنا بزاف ساهل، وسرعت لكم الفيديو هكا باش ما يصمتش وبالخف تجيكم الوصفه ثاني سهله. هنا هذيك اللمسه تاع الجبن والمعدنوس غير هكا حبيتو ديروها حتزيد تعطيكم ريحه وتعطيكم شكل شباب. هذا هو الطاجين تاعنا تاع اليوم، وصدقوني غير رفدوه ما خلاو فيه حتى حبه، ويجيب بنين وريحته ما نحكي لكمش. كي شهيتها ان شاء الله تكون شهيتها في الجنه. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله البنات تعجبكم. بعد ما كملنا فطرنا والحمد لله يا ربي على نعمه الله. عندي واحد العاده يعني توجور كل ما يلحق موسم الشتاء لازم نديرها، وهي هاد الطريقه اللي ناكل بها التشينا. ما نقدرش ناكلها بطريقه واحده اخرى تعجبني هكايا. نقطع التشينا هكا دي مخصوم، وبعد ندير فوقها غير مغرفه تاع حليب تاع سكر، وندير عليها شويه قرفه، نخليها واحد 10 مينوت تتكرمل وهذيك القرفه والسكر يندمجوا مع بعض، ومن بعد ناكلها براحتي. نحب ناكل التشينا هكا، قولوا لي نتوما كيفاه تحبوا تاكلوها ولا عندكم هاد العاده ديروها. فوالا البنات هذا هو لا فيديو تاع اليوم، يعني ان شاء الله نكون كنت خفيفه على قلبكم وتعجبكم الوصفه اللي قدمتها لكم اليوم. تلاقاو في فيديو اخر، سلام.